يلا نخش على طول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده هنعمل البطاطس بالخضار في الكيس الحراري. فراخ مغسوله كويس ومنقوعه بخل بليمون وملح والدنيا حلوه، وبطاطس متقطعه مكعبات ومغسوله، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، ملح، فلفل اسود، 7 بهارات، ورق لورا وليمون كمان. ويلا نبدأ في الوصفة على طول. الفراخ المغسولة المنقوعة والرجول، أهم حاجة الرجول، أهم عضو في الفرخة الرجل. ادلق كله كده، وهنمسك نتبل الفرخة كويس، نمرشها كده مرشة تمام عشان تشرب كله من بعضه ويشرب كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو تمام اهوت. كله تغلغل وتوغل وانتشر في قلب الفرخة. وهنعصر الليمون. الفراخ تحب الليمون والليمون يحب الفراخ، على علاقة عشق وطيدة. هنمرشها كده ونسيبها مع بعضها شوية، يعني قوليها ساعة، وبعدين نرجع بقى ايه نظبطها كده في الكيس الحراري ونحطها في الفرن. فاصل ونوصل. بس كده عدى عليها بعض من الوقت، وهحط عليها كمان الطماطم. يا جماعة الفراخ تحب الطماطم والطماطم تحب الفراخ، على علاقة عشق وطيدة. الطماطم ده تغذية، فيها كل المواصفات، معادن. بصي، بتخلي كل حاجة بتزين، كل ما هو فيه يتحط فيه الطماطم. هروق عليها كده شوية، اسيبها بفترة وارجع تاني بقى اظبطهم في الكيس الحراري. انا حطيت شوية توابل في الكيس كمان عندها الحراري الخروج في الكيس الحراري. بدأت رشيت شوية توابل في الكيس، وبعدين ضفت البطاطس في الكيس في الحراري قلب الكيس كلها، وبعدين هحط الفراخ كلها برضو، وهحط الصوص بتاعها. التتبيلة بقى وعصير الطماطم وكده كانت خطيرة خطيرة خطيرة. وحطيتها زي ما انتم شايفين كده لق. انا طبعا حشت الصوص بتاع الخروشة وكده كان فظيع. ولعت الفرن سخن، ولعته من تحت بس لحد الفراخ والبطاطس ما بتستوي. بشغل الشوايه من فوق، بقطع الكيس من فوق الكيس الحراري، واسيب الفراخ تاخد وش. شايفين يا شباب؟ لايك يا شباب بليز. طلعوا الحبيب كمان عليه افضل الصلاه والسلام. اسرع اكله، اطيب اكله. وبصي، والجماعه اللي هم بيعانوا من المعده وتعب المعده، الاكله دي جميله جدا. لا فيها زيوت ولا فيها سمنه ولا فيها اي حاجه، كله ني، مفيده وجميله جدا، وهتعجبك. اعملوها وادعولي. انا بعمل لكم الوصفات، اكتر وصفات مغذيه وجميله وغير موفره. خلاص انا بربط الكيس الحراري اهو، وطبعا انا بدخل له هواء عشان خاطر يساعد في سوى الفراخ. شوفي، عشان انا كنت زنقت قوي، فقلت بحفحه شويه عشان خاطر يدخل هواء وكده. هربطه بقى كويس، وبعدين هخرم الكيس 5 فتحات عشان خاطر يدخل هواء. وكمان الكيس لما الحاجه اللي فيه تغلي وكده البخار ما يطرشقش الكيس. لازم دي حته لازم تاخدي بالك منها وانت بتشتغل في الكيس الحراري مع اي اكل. صلوا على الحبيب يا جماعه عليه الصلاه والسلام. شوفي بربط على كانها تدي اهو بذمه كده، وحطيته في الكيس اهو. هخرمه بقى بعد فتحات على فرن سخن، وهدخل الصينيه. قعدت كتير في الفرن، قعدت نص ساعه عشان خاطر ما يطرشقش ويطلع البخار زي ما انتم شايفين. هدخلها الفرن على طول. هولع من تحت واسيب الشوايه دلوقتي. فاصل وانا اوصل. لايك شوايه. دي الفراخ وهي بتغلي في الفرن. شوف شكلها عامل ازاي في الكيس الحراري كله في بعضه بيغلي. بسم الله ما شاء الله، شكلها جميل. ودي كانت النهايه يا جماعه، بالف هنا والشفا يا رب.
ورب يكون وصفة خفيفة على قلوبكم وسهلة وسريعة. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة.